هاي يا جيرلز، الفيدباك النهاردة عن ساكورا بينك دايموند من مجموعة إبراهيم القرشي. البرفيوم دي عاملة قلبان اليومين دول، في ناس بتقول عليها حلوة جدا وناس بتشتريها تتصدم تقولك لا مش حباها، لا مش ذوقي. فهم وصفناها للأسف غلط، هم بيقولوا ان هي ريحتها نظافة وانتعاش، وهي مش كده تماما. اولا البرفيوم اللي بتندرج تحت بند النظافة والانتعاش المفروض تكون كلها فلوري، دي مش فلوري يا جماعة، دي اصلا القاعدة بتاعتها اخشاب ومسك. الافتتاحية بتاعتها ظهور زهرة الكرز، آه، مسك أخشاب. دي بقى عايزة تتحط بقى امتى؟ تتحط بالليل، ما ينفعش البرفيوم ده بالذات يتحط بالنهار تماما لأنه تقيل. في أخشاب دافي كده، ما ينفعش بالنهار وما ينفعش حتى كمان في الصيف، هيبقى تقيل جدا. عايز مناسبة، عايز سهرة، عايز خروجة كده اللي هي اجتماع، عايز عارفة انت لما يعني يبقى ليكي طلة كده في مكان فخم، هي ريحتها كده تعتبر من البرفيوم الريتش كده، اللي هي عايزة وقت معين تتحط فيه، مش ان هي تتحط كل يوم صبح وليل وصيف وشتا والكلام ده مرفوض تماما. هي مش كده يا جماعة، بالرغم ان ريحتها تحفة 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 وشيك جدا. وحاجة بقى اللي هي انا بعتبرها من الحاجات الفي اي بي كده، اللي هي الحاجات اللي بتشد اللي شمها. عارفين البرفيوم اللي بيكون ليه شخصية كده، اللي هو بيكون ليه طلة، اللي هو بيكون ليه ثابت وجوده، هي من النوع ده. وثباتها بقى عايزة اقول لكم ان ثباتها تحفة جدا، وده طبعا بفضل الاخشاب والمسك اللي فيها، مخلين العطر فعلا ثابت وقوي وظاهر وحلو جدا. بس زي ما قلت لكم البرفيوم ده ما ينفعش نحطه بالنهار خالص لانه تقيل و ما ينفعش بالنهار، وما ينفعش كمان في الصيف يا جماعة، ممنوع في الصيف تماما لأنه من العطور التقيلة. هو عايز يتحط في الشتاء ويتحط بالليل أو يتحط في مناسبات زي ما قلت لكم، رايحة مناسبة، رايحة فرح، رايحة سهرة، رايحة يعني حاجة كده من الرينج ده، من الحاجات دي. لكن مش في طول الوقت، مش طول الوقت ينفع ان احنا نحطه. البرفيوم حلو على فكرة قوي 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 قوي، واللي بيحبوا بقى الأذواق الراقية جدا واللي هو الذوق الخشبي والمسك والكلام ده هيحبوه جدا، وهيكون بيست عندهم. أما الناس اللي بتحب الحاجات الخفيفة الهادية اللي هي ريحة النظافة والفلوري والشجري والكلام ده، بعيد تماما عن اللاين ده، تماما تماما تماما. حجمه كبير، حلو، 200 مللي، تحفة. سعره كمان حلو، ثباته روعة. لكن زي ما قلتلكوا ان هو ما ينفعش يتحط في اي وقت، وكمان ليه ذوق معين. وده مش معناه ان هو وحش، بالعكس هو خطير تحفة وراقي وجميل جدا. لكن زي ما قلتلكوا وظفوا العطور في وقتها. العطور يا جماعة في الشتاء بيبقى ليها ريحة، في الصيف بيبقى ليها ريحة، النهار بيبقى ليها ريحة، بالليل بيبقى ليها ريحة، تمام. كمان ينفع جدا زي ما قلت لكم في الافراح والمناسبات وكده، انت عايزه حاجه ثابته وفيها وهج، متوهجه كده وحلوه معاكي طول الوقت، هتبقى هرشح لك ده حلو قوي للمناسبات. اهم حاجه بس حاولوا تشتريه من الموقع او من سيلر تكوني واثقه فيها جدا، لان الحاجات دي بقت كلها بتتقلد في ازايزها وفي علبها ومش مضمونة. يعني ممكن أصلا كمان تبقي شايفة ضجة على حاجة وتيجي تشميها تلاقي حاجة تانية، بحيث ان هو بيبقى بيقولوا عليه اوتليت بقى ومش عارف ايه والكلام ده. لا يا جماعة، اشتروه من الموقع واشتروه من حد مضمون، وهيكون من ضمن مقتنياتك. بس زي ما قلتلك ده مش بتاع اي وقت، علشان ممكن تحطيه بالنهار تحس بصداع، تحس بخنقة كده. فده يا جماعة ليه اوقاته محددة. يا رب يكون الفيدباك عجبكم واستفدتم منه. باي باي.